السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. وصفه اليوم ان شاء الله حريره المغربيه اللي ما كتخطى حتى مائده. نتمنى نال اعجابكم ان شاء الله. الطريقه سهله ومبسطه للمبتدئات. الا كنتي اختي عمرك ما جربتيها، اليوم ان شاء الله غادي تجربيها وغادي تصرعيها. مروا المقادير والطريقه. معدنوس، كرافس، قزبر مغسولين مزيان ومقطرين. حزمات على فين تشدي يدك، ما تكونش كميه كبيره باش ما تجيش معنا الحريره خضراء. الحمص دائما كنوجدوه على بكري وكنحطوه في المجمد. نصايب كميه كبيره وننزلها في المجمد. صافي. بالنسبه للحم كتبقى حسب الاختيار، الغنمي ولا البكري لكم الاختيار. صافي. من بعد ما خديت المعدنوس والكرافس والقزبر كنطحنهم مزيان وكندعقهم باش ما كتجيش الحريره اللون ديالها خضر. بصله كبيره حتى هي كندوزها في الهشوار. كلشي كندوزوه في الهشوار باش كتجي زوينه فاش كنبغيو نحتسيوها. بالنسبه للطماطم دائما انا كنبخرها، كنقطعها وكنبخرها. صافي. وغادي نطحنها حتى هي ومن بعد غادي نصفيها. صافي. ولا طحنتوها مزيان لا داعي انكم تصفيوها. كيف كتلاحظوا كندعقها مزيان. صافي. كيف قلت الحمص زلافه، بصله كبيره ومعدنوس وكرافس. استعملت انا قطعه ديال الدجاج، ممكن العظام ديال البقري ولا الغنمي ولا اللحم لكم الاختيار. 2 ملعقات كبار من العدس كتبقى اختياريه، غير هي زوينه. صافي. بالنسبه للطماطم اللي بخرتها كنطحنها كيف كتلاحظوا كتجي خاتره، هذا هو القوام ديالها. صافي. غادي نمروا ان شاء الله للتتبيله. الملحه كندير على حسب الكميه ديال الحريره. بالنسبه لي انا هاد الطنجره هذه عندي فيها 8 لتر. ملعقه كبيره من الخرقوم وملعقه كبيره من الزنجبيل. دائما التوابل كتبقى على حسب الطنجره اللي غادي نطيبوا فيها، يعني الكميه. كذلك فلفل اسود. بالنسبه لي انا دائما كنستعملو على يدي فكيكون حار، يعني راس ملعقه كافيه. صافي. نص كاس من زيت العود، ممكن تستعملوا النباتي. غنحرك المكونات جيدا حتى ينسجموا. وغادي نضيف قياس زلافه من الطماطم اللي بخرتها. كيف كتلاحظوا كتجي عاقده. ممكن تستغناو على الطماطم المركزه، غير كان الا بغيتوها تكون اللون ديالها احمر ضيفوا الطماطم المركزه. انا هذه ما كتخطانيش، دائما كنستعملها وكنوجدها وننزلها في المجمد. صافي. كنوضع الحريره ديالي على النار، ومع التحريك حتى كتحمر واحد شويه. دائما كنشحرها. صافي. وفاش نبغي نروي كنروي بالماء سخون. صافي. بالنسبه للطماطم كنعملها على النار ونخليها حتى تطلع فيها الغليه. الا بغيتو تحتفظوا بالطماطم ضيفوا لها واحد القليل من الملح ووضعوها في المجمد. بالنسبه ليا هاد الكميه غادي نستعملها في الحريره. صافي. ضفت عليها 4 ديال الملعقات من مركز الطماطم اللي عندي مخفف قليل من الماء اللي بخرت فيه الطماطم. صافي. كنخليها حتى كتطلع فيها الغليه باش ما كتبقاش خضره. صافي. نخليها، غنطفي لها ونخليها على جنب. صافي. من بعد ما وجدات معايا الحريره ديالي كطيب اللحم كذلك الحمص كنقيسوه كنلقاوه طايب، وكنضيف الماء.
كنضيف الماء بارد، القياس اللي غادي تستعملو. ضفت هنا لتر ديال الماء من بعد ما طابت. صافي المرحله الاخيره الدقيق اللي عندي مخلط مع الماء وكنصفيوه باش ما كيبقاوش فيه ديك الكويرات. صافي كنستعمل دائما هاد الشعريه هذه اللي كتكون متوسطه، ما كتكونش رقيقه بزاف وما كتكونش غليظه باش ما كتعجنش. صافي هذه هي الطماطم كتلاحظوا كتجيب هذا القوام هذا. هاد الكميه هذه غنضيفها حتى الاخر. صافي ضفت الدقيق، ما عرفتش كيفاش مشات اللقطه من الفيديو. دائما بالنسبه للمبتدئات نضيفوا الدقيق والحريره مازال بارده. وخلاص الناس اللي ما شاء الله راه كلشي كيعرف يديرها، انا كنديرها على النار مع التحريك حتى كيوجد الدقيق. صافي كنضيف الطماطم ديالي وانا كنحرك. واخر حاجه كنضيفها هي الشعريه. صافي هذا هو القوام ديالها. نتمنىكم تجربوها ان شاء الله. نمروا لي طخت ديال الفينو، اي البسبوسه الفرديه. رشه من الملح، فاني 7 غرام، نص كاس من السكر بودر، كنستعمل فيها البيضه واحده، وكيجيو رائعين في المذاق. نتمنىكم تجربوهم وكيوجدوا بسرعه. بالنسبه ليا دائما انا كنوجدهم لبنتي كتاخذهم معها المدرسه. صافي عندي نص كاس من الزيت النباتي، مكونات سهله وبسيطه وفي المتناول. غنحرك المكونات جيدا حتى ينسجم البيض مع الزيت. كاس من الحليب عبار العنبه، ونخلط جيدا. بالنسبه لهاد المكونات ممكن تستعملوها في مول كبير. صافي ضفت هنا الفينو و بيكين باودر من فئه 7 غرام. صافي بالنسبه للمول كيكون عندي مدهون بالزبده وكنرشو بالفينو باش ما كيلتصقوش. صافي كنعمرهم وكنزين هنا بواحد التفاحه ولا المشماش ليكم الاختيار، ولا الخوخ كيجيو رائعين. رشيشه ديال السكر وندخلهم للفران وبالصحه والراحه.